وادي تبديدون ووادي شحرور نشأت حلوة لبنان جانيت فغالي وخطت أولى خطواتها بعالم الفن، فأشرق صباح نجمة من نجمات زمن الفن الجميل. بمصر كانت على موعد مع بداية جديدة لما قدمتها المنتجة آسيا داغر بفيلم القلب له واحد مع النجم أنور وجدي لتجذب الفتاة اللبنانية الصاعدة كل الأنظار لإلها وتتوالى الأعمال والنجاحات ويلمع اسم صباح بسماء الفن. على دلعونا وعلى دلعونا غلطانة بحقك دخلك بردونة، على دلعونا وعلى دلعونا غلطانة بحقك دخلك بردونة، حاجة دلاني وحاجة طمعني ولاني بحبك دخلك ولاني حاجة. اسمها ارتبط بتاريخ بيحكي مشوار من الإبداع جمعت فيه الشحرورة بين الغناء والتمثيل، فعلى مدار مسيرة فنية كبيرة قدمت صباح علامات بارزة بالسينما وتقاسمت البطولة مع كبار نجوم العرب بأعمال شكلت تاريخ السينما المصرية والعربية. صباح لها ملامح مش ملمح، عندما غنت لأ للموجي غير الحلو ليه تقلان قوي، غير الأغاني الحزينة، غير الأغاني المرحة، ولكن تبقى صباح في النهاية تحمل ملامح المطربة المتلونة. يم عيوني القتالي ضل قبالي بحبك أكتر من حالي وما بيحلالي، يم عيوني القتالي ضل قبالي بحبك أكتر من حالي وما بيحلالي، على عينك عين جيتيني منين، على عينك عين جيتيني منين، غزالي يا غزالي. بصوت الجبل الرنان عبرت كل الحدود وتخطت كل القيود لتوصل لقلوب الملايين بأعمالها يلي تنوعت بين الطابع البلدي والرومانسي والوطني. تمشي بتراوي وما توقع بالهوي، ساعة بدك قوي وساعة مسيرة، تمشي بتراوي وما توقع بالهوي، ساعة بدك قوي وساعة مسيرة. دلوقتي يقول لك انا المطربه لازم يبقى وراها بيرقصوا ولا تتحرك. انتوا بتتكلموا دلوقتي من بعد 40 سنه، ده من 40 سنه كانت صباح لما تطلع تغني على المسرح ما تقفش قدام الميكروفون، يعني لازم تمسك الميكروفون بايديها وتتحرك. طلت شمس الشموس وسطعت على العديد من المسارح العالمية، دار الأوبرا بسيدني وقصر الفنون ببلجيكا، وهي أول مطربة عربية غنت على مسرح الأولمبيا بباريس، وغيرها من المسارح يلي أضاءت بصوت وحضور الشحرورة. أول شيء النجاح وحب الناس بخلي الواحد دايما سعيد، وبعدين قلبي طيب ما بحقد أبدا على حدا، وبحب الخير للكل وبحب كل الناس. استطاعت انه تجسد لنفسها مكان ما بينافسها عليه حدا، وتربعت على عرش النجومية طوال مسيرة فنية مليئة بالإبداعات والإنجازات جعلتها إحدى أساطير الفن العربي. صباح زي العسل على قلبي هواك، 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 زي العسل.